وسط زحمة الامتحانات وتحضيرات العيد والجو الحر بنكون عايزين أكلات سريعة وسهلة. تعالوا النهاردة نعمل أكلة لذيذة قوي، وكمان مش هتاخد منكم وقت وكلها في طاسة واحدة. دبلت بصلة كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة في شوية من السمنة، وبعدين نزلت عليهم بفلفل اللي كان متاح عندي، أي نوع فلفل. بعد كده نزلت بتوم مفروم تشويحة كده مع باقي المكونات، وبعدين نزلت بطماطم متقطعة مكعبات صغيرة. هديلهم تقليبة برضو. هبدأ ان انا ابهر. اول حاجة ضفتها نص مكعب مرق دجاج اختياري، وملح فلفل اسود كمون وكزبرة. تقليبة كده في السريع، ومهم ندوب مرقة الدجاج كويس. وبعدين هغطي عليهم، عايزاهم يستووا فهدي النار شوية عشان المكونات دي تستوي مع بعضها. تمام كده استوت. هبدأ ان انا اوسع كده بالشكل ده، وهبدأ ان انا انزل ببيض. احنا النهاردة يا جماعة بنعمل شكشوكة لذيذة جدا، معرفش ليه بننساها دايما، رغم ان هي بتنفع فطار وغدا وعشاء، يعني ماشية معاكم في كل الاوقات. بعد ما ضفت البيض على طول بديله رشة فلفل اسود وبفتحه كده. انا ما بحبش اقلب الشكشوكة كلها في بعضها، انا بفتح بس البيض وهغطي عليه واسيبه يستوي على وضعه. وكده الشكشوكة جاهزة معانا، مع بقى شوية بطاطس محمرة وشوية مخلل، تبقى غدوة رهيبة. وبس كده، ما تنسوش اللايك والاشتراك. اشوفكم الفيديو الجاي على خير.